غنرجع لكم للكلام اللي قالت الاستاذه فاطمه والشاي، نحاول نبسط لكم شي شويه. هي تكلمات تبارك الله عليها، قالت لك هي ما عندها علاقه بالسياسه، الا كانوا الناس اللي ما عندهم علاقه بالسياسه يتكلموا بحالك، خاص حتى واحد ما تبقى عنده علاقه بالسياسه. الاستاذه والشاي قالت لكم اودي انا المعنى ديال الكلام، لو كنت بغيت نلعب الادوار اللي باغيين هما، اللي كتكون موجوده مجهزه وما نوقفش فيها في الحدود ديال الاخلاق والمبادئ والقيم والمصلحه ديال الوطن، لو كان بغيت هذا الشيء هذا، لو كان راه السينما مفتوحه، التلفزيون مفتوح، المسرح مفتوح، وانا غنزيدكم حتى الراديو غادي يكون مفتوح. ولكن هي امراه يعني يسكنها الوطن، وتعرف وتشعر في فطرتها البسيطه كما تقول هي، وطبيعتها البسيطه والفطريه بالحقيقه ديال البلاد والمصلحه ديال البلاد، ولذلك كانت كترفض هذا الشيء هذا. في الوقت ملي كيجي شي واحد قاري عند فرنسا وتيجي باغي يشوه الشعب ديالنا، الا كانت شي حاجه ناقصه في شي واحد او جوج او ثلاثه يكبرها باش نبانوا حنا ناس خايبين، بانوا ناس فاسدين، بانوا ناس فهمتيني ولا لا، ويضحك الناس وعنده كفاءات ما تنقولوش، هذاك تفتح له الابواب وتياخذ ملايين دراهم وتيعطي للناس شي حاجه باش تيسكتهم. الا كذبت الاستاذه تنوض تقول لي هذا الشيء ماشي صحيح السيد الاله، الا كان بحال هذا الشيء هذا فهمتيني ولا لا. فالاستاذه في الحقيقه اختصرت حتى الواقع السياسي ديالنا، واخا هي كتكلم على الفن، وحنايا بحال اللي هي كنت كتشوف فينا من قبل وكتقول مع راسها هاد الناس يديهم نظيفين، حتى حنا كنا كنشوفوها في التلفزيون. انا مره واحده تلاقيتها قبل ما نزكيها في التلفزيون، كنا نزكيوها في الامان العامه، كنشوفها في التلفزيون. يعني السيده احنا كنا كنلمسوا فيها هذا الشيء اللي كتقول، كنلمسوا فيها هذا الحرص على المبادئ وعلى الاخلاق وعلى القيم وعلى المصالح الحقيقيه ديال الوطن وديال المواطنين. وحيت شفناها بحال هكذا ملي جات الانتخابات ديالنا، رغم ان العاده ديالنا كنزكيو من الصف ديالنا، وهذا هو الطبيعي. اقترحناها على الاخوان ديال الدار البيضاء، وطلع الاسم ديالها مع المقترحين يعني ديال هذا الامانه العامه، وزكاتها الامانه العامه. ما عرفتش ربما بالاجماع الا باقي او لا شي جوج او ثلاثه هما اللي الاغلبيه الساحقه مشات في هذا الاتجاه. لماذا؟ لاننا شعرنا بان في هذا الوسط الفني اللي كتقول هي عليه الوسط الفني الحقيقي الشعبي ديالنا اللي كيشبه لينا وكنشبهوا ليه، وتيتكلم بمشاكلنا الحقيقيه وبغى يطلع بينا للفوق ماشي يهبطنا لتحت. الا كانت عندنا شي مصيبه يزيد يكبرها ويزيد يبينها ويزيد. هذا الوسط الفني كتقول انه في الكومه. علاش؟ لانه الناس اللي في يديهم القرار في هذا المجال يعني كيهملوه وكيهمشوه، وربما عندهم اجندات اخرى خدامين عليها، كلها تسير في اتجاه يعني تخريب البنيه ديالنا الاساسيه ليسهل التحكم فينا. فهنيئا للاستاذه والشاي بالتزكيه ديالها من قبل العداله والتنميه، وتنقولوا لها ما كنتيش محتاجه تكوني عضو في الحزب، من النهار الاول راك تتكلمي الحمد لله بحال الناس ديال الحزب، وربما احسن من البعض منهم، تبارك الله عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.